في مبادرة طيبة قدم بها الأخ الأمير الدكتور سيد صالح، وبعد مشاورات وجولات واتصالات واجتماعات خلص الجميع إلى هذه الجلسة التي نتمنى أن تكون بداية طيبة وصولا لما نرجو ونهدف إليه إن شاء الله. الكريم الدكتور سيد صالح أمير العواطف بالسودان والإطراء، الأخ اللواء عمر عبد المطلب رئيس الشورى الأمانة، الأخ اللواء المدسر، الأخ العقداني يقوى في المكتب التنفيذي جامعة العواطف، أخونا سعادة الفريق صديق عالم، ونحن اليوم لله السلامة. طيب يا اخواننا، الكلمة لأمير العباقة أخونا الدكتور سيد أحمد صالح أمير العباقة بالسودان وقطر العربي. هذا الرجل البر والإحسان، رجل قدم ما قدم، هذا الشاب القانون الذي والله هذا الرجل الذي خصه الله لقضاء حوائج الناس. وبعدين يا اخواننا أبا يحلو لأهل اللي بالخرطوم يقولوا سيد البراحة، لأن البراحة دي واضحة للمرضى للمساكين والفقراء، والراجل ده والله اسم العباد ده فوق وجزانا خير، يقدم ما قدم في المساجد، وافتح دول عنده مشكلة إن شاء الله يحلها علينا، حتى إنه مسجد، حتى إنه خلوة يقدم طلبه له فورا جزاهم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة شيوخ العرب، الإخوة من القبائل الأخرى والذين نحن جزءا منهم وهم جزءا منا، وجميع الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة نلتقي اليوم من أجل 3 أهداف. الهدف الأول لنتعاون نحن والقبائل التي لها مصلحة في الهواء حتى لا نكون نحن الثور الأبيض الذي يؤكل من الاستثمار الخارجي. الله أكبر. النقطة الأولى. الله أكبر. وبالتالي زي ما قبل ذكر أخونا عبد الله وذكر أخونا رئيس مجلس الشورى، نحن لم نأتي خصما على أحد، ولم نأتي من أجل أن ننزع في دواخلنا الأنانية وحب النفس والانفراد بقرارنا كقبيلة العباقة في منطقة مشروع الهوال، ولكن أتينا مكملين للجهود التي بدأوها أهلنا في مجلس إدارة مشروع الهوال أو المنصة التي عقدت اجتماع أخير في شندي. ولذلك نحن كقبيلة العباقة من أراد أن يتعامل في أرض الهوال مع العباقة فيتعامل معهم وفق لجنة واحدة تمثل كل صوت العباقة. لا أحد يتحدث عن أراضي العباقة في الهواء وإلا عبر هذه اللجنة حتى نقصر المشوار. وهذه اللجنة لا بد أن يكون كل أطياف الوديان والفروق والنجوم والبوادي التي في مشروع الهواء لا بد أن يكونوا تمثيلا عادلا وحضورا. زي ما قال أخونا شيخ العرب عمر عبد المطلب، نحن عندما شكلنا أو اقترحنا تشكيل هذه اللجنة ليس من أجل أن نتركها في شندي برئاسة العمدة بعنده، ولكن هي توزيع أدوار، فلها دور على أرض الواقع ولها دور في الوديان، وبالتالي لا بد لها أن يكون لها عمل واضح وتدعم من أصحاب المصلحة بالاشتراكات حتى يطلع تيم كامل من المس الجغرافي لتحديد إحداثيات وديان وأراضي العباقة.
وفق الخطط الموجوده من ايام الانجليز والعمده عنده نسخه منها. ثانيا لابد انه نكون مع القبائل التي لدينا بها حدود، لابد ان يكون بيننا وبينهم تعاون وتعاضد ومسانده حتى يشهدوا لنا بحدودنا ونشهد لهم بحدودهم. وبالتالي هذه اللجان لو كل منطقه جمعت وديانه ومناطقها حدود الجغرافيه فلن تكون صيدا سهلا لمستثمر اجنبي. وبالتالي كل من يريد ان يستثمر في اراضي الهواء فلا بد ان يمر عبر هذه اللجان التي في المستقبل ستنبثق منها لجنه واحده تتحدث باسم كل اللجان. هذا هدفنا وهذه فكرتنا، وبالتالي لا بد لنا ان نكمل المشوار الى اخره. لن نترك اللجنه هنا في فرقه او نقول لهم انتم خلاص تتحملوا المسؤوليه. احنا على استعداد اي حاجه زي ما قال اخونا عمر في الخرطوم وين بتكون على استعداد ان احنا نفتح لهم كل الابواب حتى انه يكملوا المشوار الى الاخر. وعلى استعداد انه اللجان الاخرى التي قامت لا نريد ان نقصيها، سنتعاون معها ونتكاتف معها وصولا للهدف العام. يا جماعه مشروع الهواء بيمر عبر 3 مراحل. بيبدا ب 2 مليون و400 الف فدان وبينتهي ب 5 مليون و100 الف فدان. المراحل دي بتمر على 4 ولايات، الاولى نهر النيل، وبعد كده المشروع ده بيتضمن ولايه القضارف والجزيره والخرطوم. دي كلها داخله في مشروع الهواء. مشروع الهواء مشروع كبير، مشروع يبتدي او يمتلك اراضي زراعيه خصبه قل مثيلها في العالم، وبالتالي تمتاز ايضا هذه الارض بالري الانسيابي. والمرحله الاولى من المشروع تجميع ال 25 وادي اللي بتصب في وادي الهواء في حفاير حتى انه تكون 3 بحيرات، بالاضافه الى بحيره تجميع في السبلوغه، وتنتقل عبر انابيب الى وادي بير العجله. دي المرحله الثانيه. بير العجله سوري عين العجله. دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه بحيث المناطق اللي هي حول سيدون ومناطق نهر العطبره. دي كلها يا جماعه داخله في المشروع الكبير بمسمى الهواء. اما نحن فهمنا للهواء بالفهم الصغير انه الحجاره الموجوده صاحب كل حجر والناس اللي بتزرع زراعه مطريه وغيرها. اذا عايزين نحصر الملكيه في اصحاب الزراعات فحيضيع عنكم الفيض، وبالتالي بيبقى ما عنده ناس، بيبقى التعويض لاشخاص. نحن ما عايزين تعويض لاشخاص، عايزين تعويض لقبائل وفق حدود الجغرافيه ووفق وديانه. الله اكبر. وبالتالي اي استثمار يجي في المنطقه مرحب به، ولكن ليس عبر التدليس في المرات السابقه تعلن هنا وتنفذ في منطقه ثانيه، لا، عبر اللجان. كان مجلس الاداره، كان منصه اخواننا الجعالين، او كان منصه العباب الان. منصتنا يا جماعه ليست منقلبه، منفتحه لكل القبائل. اي قبيله عايزه تدخل معنا في المنصه دي بحيث انه نقلل عدد المنصات مرحب بهم. واي قبيله حتى اخواننا الجعالين اللي عملوا كان المنصه ومعاهم عدد من القبائل، فنحن برضه للتفاهم معهم على اساس نوحد جهودنا مستعدين نقعد معاهم ونوحد الهدف ونوحد المنصه. ايضا مجلس الاداره اذا اراد ان يبحث عن اصحاب المصلحه وذكر كل القبائل وجاب سيره العبابده فلديها لجنه يتعامل من خلال اللجنه. نحن ثاني اجتماع خاص بالعبابده او خاص بالمشروع الهواء في اي منطقه مهما كان، ما عايزين منكم زول يجي نهائي. بتجي اللجنه، اذا ما دعت ما تجي، واذا دارين ينفذوا المشروع ده بولانا فوق راسنا ده يجي ينفذ. ابشر الا من خلال رضا وتعاون اللجنه. عشان كده ثاني يا جماعه اي منصه او اي اجتماع يخص مشروع الهواء وجهوا كل الناس للجنتكم. اللجنه هي اللي بتجتمع، هي اللي بتقرر في حقكم. غير كده ما في كلام زي ده وصيتي ده اقولها لكم. تشكيل اللجنه واقتراح اخونا الطيب العكدامي انا شايف انه بدايه جيده جدا انه يكون
عمدة المنطقة هو رئيس اللجنة، ويكون أخونا سيف نورة أمين عام. فيا جماعة لأن الموضوع ده فيه شق سياسي، ونحن في نظامنا الأساسي كقبيلة نبعد تماما عن السياسة، لا نتعاطى السياسة لأن السياسة تفرق ولا تجمع. وبالتالي نحن الجوانب السياسية اللي لها علاقات بالجزء السياسي نحن نخلي اختيار الأمين العام للمجال ده هو اختيار موفق. أيضا إذا حصلت تسويات سياسية أو حصلت تسويات في الأراضي فمحتاجين لشخص من داخل الأراضي هو خبير أراضي. أخونا علي النور ممكن يكون مغرر للجنة دي، وبالتالي اللجنة دي النوايا يا جماعة لكن ما كلها. نحن كمرحلة أولى قلنا 15، لكن إذا 15 ما غطت كل المناطق فنزيد العدد في نفس الوقت، لأنه اللجنة دي لازم زي ما قالوا إخواننا لجنة ميدانية، لابد إنها تكون موجودة في المواقع للحصر. وهسه في استمارات يمكن إخواننا في المكتب التنفيذي يدوكم منها نسخ عشان تحصل لنا كل الناس، أراضيون، أساميون، تعليمون، كل المعلومات الأساسية نحن محتاجينها عشان ذاته لما نعرف الناس الموجودين هناك كم نحن نعرف نتكلم بعدد، لأنه هم بيتكلموا عن 50,000 شاب حيتم تدريبهم ويملكوا حواشات 5 فدان للإنتاج الزراعي والحيواني. طيب إذا ما عندنا معلومات دي حنجيبهم من وين؟ فلا بد أن تكون عندنا معلومات أساسية. المشروع مرة نسمع إنه في الإمارات يعني خصص للإمارات، ومرة نسمع إنه خصص لقطر، ومرة نسمع خصص لتركيا. إحنا ما يهمنا من يخصصوا ليه. لأي من الدول ما يهمنا، اللي بيهمنا إنه المشروع ده لو ما استفادوا منه أصحاب الأرض يحرم على الجيران. حكاية إنه يدوك 25% من الأرض ويقولوا خلاص ده الرضا الأهلي. طيب إذا أنت بتشيل ال 75% لا بتديني مويه، لا بتديني كهرباء، لا بتنمي معي، ولا بتشتري محصولي، ولا بتديني الأسمدة، يبقى أنا عمال بشوف. وبالتالي يا جماعة برضه وصية أخيرة، إخواننا الموجودين في شدي والناس الموجودين في مشروع الهوات في الوديان الفوق، نصيحة إنه كل القبائل اللي معاكم لابد إنه تتوحدوا معاها. نحن والله ما عايزين أصلا نقول نحن برانا، نحن بالقبائل اللي معانا والقبائل اللي معانا بيننا نحن الاثنين نكمل بعض. الله أكبر. مشاكلهم مشاكلنا ومشاكلنا مشاكلهم، وأصلا ما في فرز بيننا وبينهم. نحن في النهاية بتهمنا المصلحة العامة لكل المنطقة. إنسان أهل النيل إنسان تعب وإنسان تهمش كثير، وإنسان والله تمشوا في مناطق الإنسان والأرض سوا، وبعد ده مصدومين من الإعلام إنه والله كل الحكم نهر النيل، كل التنمية نهر النيل. نهر النيل هي اللي بتدي كل الناس، كان في الزراعة، كان في الصناعة، كان في التعديل، كل الخير ده طالع من نهر النيل. طيب إنسان نهر النيل لحد الآن على حد الكفاءة. فأنا باسم كل هؤلاء الصابرين وبكل باسم كل هؤلاء الكادحين الواقفين على الشمس في عز الهجير، والذين هم في أشد الحوجة للاستثمار وفي أشد الحوجة لتنمية مناطقهم، نحن معاكم والقبائل الأخرى معاكم، جعليين، فادنية، حسانية، كميلات، كمالات، كل القبائل بادراف غيرهم يا جماعة نحن واحد. نحن إذا صاحب المصلحة دخل بيننا عشان يفرقنا يا دوب مشروعنا فشل، والاستهداف واضح ما مدسوس، الناس عارفاه، وإن شاء الله يوم مشينا ما يجي، لكن والله بنركز ركزة زي الجبال إن شاء الله. شكرا لكم وكتر خيركم، وإن شاء الله دي تبقى بداية نواة، وإن شاء الله نتواصل أو تتواصل اللجنة مع الجهات الأخرى سواء كان منصة أو مجلس إدارة حتى إنه نحن نكون جزء مكمل لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة أنا تفهم
يا طول جنوني ايوه قلت انا رعياني بلالك يا بلال عريس بيتك مبارك بلالي ورد عليك يا تفهموني يا طول جناني قلت انا رعياني 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 ايوه قلت انا رعياني بقدر بلاك لا 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 لو لا 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 لو لا 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 لو لا 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 لو لا لا لو لا لا لو لا لا لو لا بقدر بلاك ايوه عاجبني حلاك ايوه عاجبني